بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين متابعينا الأكارم في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة الخاصة. مشاهدينا الكرام، تمر بنا أيام مباركة فضلها الله سبحانه وتعالى وأفردها عن غيرها من الأوقات، ففيها شحذ الهمم وفيها شحذ العزائم وفيها سعي لزيادة الأجور والحسنات. اجتمعت فيها أمهات العبادات من حج وصيام وصلاة، فكيف بمن زادها بالعمل الصالح؟ وهل يوجد من الأعمال الصالحة أفضل من الصدقة؟ وكيف بمن يتصدق على من شرد من وطنه وأهله؟ وكيف بمن جمعها بأنه يتصدق على من شرد من أهله ووطنه وأصبح لاجئا يرجو رحمة الله ثم إحسان عباده ممن يجود بالخير من ماله ومن وقته ومن جهده؟ وأبواب صدقة كثيرة نتطرق منها أعزائنا المشاهدين الكرام في هذه الحلقة الخاصة التي هي برعاية منظمة كبيرة تراست، والتي نغطي فيها مشروع أضاحي اللاجئين الإريتريين، والتي يعمل عليها مجموعة من المشايخ والأساتذة الأفاضل الكرام. نستضيفهم معنا في هذه الحلقة الكريمة. دعونا باسمكم جميعا أيها المشاهدون الكرام نرحب بفضيلة الشيخ والذي يعتبر من أهم من هم قائمون على هذه المنظمة، الشيخ محمد موسى جيتو. مرحبا شيخنا الفاضل، شيخ أبو ياسر، حياكم الله. الله يحييك، يا هلا وسهلا بك. طيب، وأيضا نرحب مشاهدينا الكرام بمن يصحبنا في الاستديو، شيخي ووالدي الشيخ برهان سعيد. حياك الله سعادة الوالد. يا مرحبا بك ابن العزيز، أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء. اللهم آمين. ومشاهدينا الكرام أيضا نرحب بمن يصحبنا في الأقمار الصناعية، يعني على رأسهم الشيخ أحمد سعيد اللاجئ، عفوا الداعية الإريتري. الشيخ أحمد، حياك الله يا شيخنا. لو سهل يا مرحبا مع ولد. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك يا شيخ أحمد، ما تقصر. طيب مشاهدينا الكرام، أيضا نحن هنا من أجل متابعة استفساراتكم واتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا عبر مواقعنا في كافة مواقع التواصل الاجتماعي سواء عبر فيسبوك أو قناتنا في اليوتيوب. يسرنا ويشرفنا أن تتصلوا وتساهموا وتتبرعوا لإخوانكم اللاجئين الإريتريين في كل مكان. دعونا نبدأ مشاهدينا الكرام هذه الحلقة المباركة بشيخنا الشيخ الشيخ محمد موسى. حياك الله شيخ محمد. الله يحييك. الله يسلمك ويبارك فيك. طيب شيخ موسى، لو تحدثنا عن فضيلة هذه الأيام العشر، ولعلنا نربطها بهذا الموضوع الحلقة المهم ألا وهو الصدقة وما إلى ذلك، ودعونا يعني مقدمة سريعة نربط بها هذا الموضوعين ببعضهما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يعني أن أتكلم وشيخي الشيخ برهان هنا موجود عن هذه الأمور، أنا يعني نعم يعني أستحي أن أتكلم أمامه، يعني ولا يفتى وما لكم في المدينة. لكن لعل الكثير من المسلمين إذا كان لم يكن كلهم يعرفون فضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أنا تشرفت اليوم أن أكون هنا معكم في هذا الاستديو، نعم، ومع شيخنا الحبيب الشيخ برهان، أسأل الله أن يرفع قدره. فطبعا هذه الأيام الفاضلة معروف لدى كل مسلم أنها يعني الأيام الخيرة ويضاعف فيها الأجور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات
وهذا، وأترك المجال لشيخنا إن شاء الله. اللهم الله يجزاك خير. طبعا سوف نعود لك شيخنا للحديث عن هذه المنظمة المباركة والتي تهتم بهذه الأمور، ولعلنا نقدم أيضا بمقدمة عن فضائل العمل الخيري خصوصا في هذه الأيام المباركة مع شيخي ووالدي الشيخ برهان. شيخنا لو تحدثنا عن بعض فضائل العمل الخيري في هذه الأيام المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد ذي بدء، أنا الذي أتشرف بالتواجد في هذا العمل الخيري المبارك وحث الناس على التسابق في عمل الخير مع هذه المؤسسة المباركة، مؤسسة كبيريه التي نعرفها منذ سنوات طويلة، ونعرف أنها قدمت الخير الكثير. وتحية عطرة لهم جميعا، وأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الإريتريين المتواجدين في تركيا، نرحب بحبيبنا أبي ياسر الأخ موسى جيتو، فحقيقة نور اسطنبول ونور أيضا قناة السلام، وهذا حقيقة يعني يبعث في القلب الفرحة والبهجة والسرور حينما نجد أن مثل هذه المؤسسات الطيبة المباركة يعني قد كسبت ثقة قناة سلام، فهذا في الحقيقة يعني يفرحنا ويسعدنا. كما نرجو من الله عز وجل أن يجدوا من خلال هذا البرنامج ما يثل صدورهم ويبهج قلوبهم، وأيضا ما يسعد كذلك إخواننا المتواجدين في منطقة اللاجئين. فيما يتعلق بهذه العشر، هذه العشر المباركة يعني الكل يذكر بأهميتها وصلاحها، فهي فرصة ثمينة وعرض رباني للتسابق في الخير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وهذا الحديث يتكرر في المجالس مرارا وتكرارا: العمل الصالح فيها أحب إلى الله من سائر الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام خصها الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال المباركة. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا فيها للعمل الصالح في العموم، وخص وقال: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان منهجه في هذه الأيام وفي غيرها التسابق والمسارعة في الخير. هذه العشر فيها أعمال جليلة، من هذه الأعمال التسبيح والتهليل، وفيها صيام يوم عرفة، وهو اليوم الوحيد الذي ينزل فيه ربنا عز وجل بالنهار سبحانه وتعالى، ينزل بالليل كل ليلة، ولكن في النهار لا ينزل إلا مرة واحدة حسب علمي، وهي يوم عرفة، هذا اليوم العظيم. من الأعمال الصالحة أيضا كثرة الدعاء في خلال هذه الأيام، ومن الأعمال الصالحة الصدقة والبر، ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام العمرة والحج، ومن الأعمال الصالحة، وهو حديثنا في هذه الليلة وفي هذه الساعات، الأضحية. الأضحية هي هذه الشريعة العظيمة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها على قول جمهور العلماء بأنها سنة مؤكدة، وبعض العلماء يؤكد أنها واجبة على كل مسلم مقتدر أن يضحي. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو في المدينة المنورة، وضحى بكبشين أملحين أقرنين عنه صلى الله عليه وسلم وعن أهل بيته، وضحى الكبش الآخر عن أمته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأضحية شعيرة عظيمة لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كما في الآية الكريمة: فمن تسارع وعظم هذه الأضحية وقدمها لمحتاجيها فقد فاز بأجر كبير وأجر عظيم، وتعتبر من أعظم الأعمال الصالحة التي تقع في هذه العشر. هذا ملخص للتسابق والتسارع، وكل سائر الأعمال الصالحة من صيام
وصلاة وزكاة وقراءة قرآن والإكثار من ذكر الله عز وجل يندرج كل شيء في بالك ممكن، حتى جماع الرجل زوجته ومن الأعمال الصالحة، حتى الابتسامة التي أنت تطلقها لأخيك المسلم ومن الأعمال الصالحة. فهو ميدان التسابق بلا شك. لم نقف ولم أقف على قول أهل العلم بمضاعفة أجر ما. يعني مثلا ليالي رمضان ذكر ربنا عز وجل بأن ليلة القدر خير من 1000 شهر، لكن هذه الأيام هي مطلقة لا نعلم أجرها ولا ثوابها ولا مقدارها، وهذا يدلك على كثرتها. حينما يريد الله عز وجل أن يخفي أجرا فتعرف أنه عظيم. فمثل قوله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فما هو هذا الأجر العظيم الذي يسميه الله عظيما؟ تعرف أنه فعلا عظيم وكبير. إذا كان النبي عليه السلام قد وصف ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فأين السباقون وأين المتشمرون وأين الذين فعلا يهتمون بهذا العمل ويبذلون قصارى جهدهم، وإذا فاتهم يوم قبل أن يقدموا شيئا يحزنون؟ وأين مع الأسف الناس لا تستيقظ إلا إذا ماتت، إلا إذا دخلت قبورها، حين ذلك يأتيهم الملك فيسألهم عن أعمالهم أو أعمالهم التي عملوها سواء كانت أعمال صالحة أو غير صالحة، حين ذلك يندمون ولا ينفع الندم. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. فسمى الله عز وجل القيامة يوم الحسرة لأن الكل يتحسر. إذن جوابا لسؤالك سعادة المهندس عبد الرحمن وفقك الله، أقول أن التسابق في هذا العمل من أفضل الأعمال التي ينبغي أن تقدم. أضحيتك أجر وفرح. أحسن الله عليك شيخنا الشيخ برهان سعيد. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا المشروع الضخم مشروع أضاحي، دعونا نستقبل أولى اتصالاتنا في هذه الحلقة. إذا كان اتصال مخرج إذا كان اتصال جاهز ممكن يدخل معنا. نعم، حياك الله. من معنا ومن تكلمنا؟ السلام عليكم. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله اخونا الفاضل. لو تعرف بنفسك ومن تكلمنا؟ نعم، اخوكم عباس ديلمي. حياك الله. المدير التنفيذي لمركز غرب لندن من بريطانيا. حياك الله الاستاذ عثمان. يا مرحبا اهلا وسهلا. استاذ عباس. مرحبا بالجميع. نعم، حياكم الله. حياك الله الاستاذ عباس. والله انها مداخله يعني ما شاء الله كبيره جدا. طيب استاذ عباس، لعلك الله يحفظكم. اللهم امين. لعلك يعني تزودنا بمداخله بسيطه حول عنوان هذه الحلقه، لعلكم استمعتم الى عنوان هذه الحلقه. نعم، اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. لا يخفى على الجميع، نحن في هذه الايام ايام مباركه لها فضلها ولها مكانتها، وهي العشر من ذي الحجة. الأحاديث والفضائل الواردة فيها كثيرة، وربما الإخوة الدعاة والمشايخ قد عرجوا على بعضها. فمن باب يعني شحذ الهمم وتحفيز الجميع، الإخوة في كبير ترست أقاموا الآن المشروع الذي بين أيدينا، مشروع الأضاحي للاجئين الأريتريين. عفوا، الصوت واضح؟ نعم صوت واضح جدا. طيب، فأقول المشروع الذي بين أيدينا مشروع الأضاحي للاجئين الأريتريين في شرق السودان وأثيوبيا واليمن، والتي عنونت هذه الحملة بأضحيتك أجر وفرح. فعلا نحن في هذه الأيام الأجور فيها تتضاعف، والفرح الذي يعني ربما يدخل في قلوب هؤلاء المحتاجين لا يقدر بثمن.
وكما عودونا الإخوة في هذه الجمعية المباركة بقيادة الشيخ محمد موسى أبو ياسر، ونحن على تعاون منذ سنوات معهم ما شاء الله. فهم دائما سباقين ما شاء الله إلى الخير وإلى يعني المشاريع النوعية من إطعام طعام وسقيا وحملات إغاثية متنوعة، ولا نزكيهم على الله. نحن طبعا نتعاون مع كثير من الجمعيات هنا، لكن يعني شهادة ولا نزكي على الله أحد من الجمعيات المتميزة في تعاملها، في أدائها، في انتقائها للأعمال المتميزين فيها. فأنا أحث الجميع وأحث نفسي، وإن شاء الله نتعاون نحن وإياكم على البر والتقوى كما ذكرت، لا سيما في مثل هذه الأيام، على دعم الإخوة اللاجئين بكل ما نستطيع من أضاحي ومن غيرها من سبل الدعم. والشكر موصول للإخوة في قناة سلام الفضائية على استضافة مثل هذه اللقاءات التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يكتب لنا ولكم الأجر. اللهم آمين، اللهم آمين. شاكر لك أستاذ عباس على هذه المداخلة النيرة العظيمة التي والله يعني أسعدتنا وشرفتنا كثيرا، وخصوصا أنها يعني في بداية هذه الحلقة نشحذ بها همم المشاهدين الأكارم والأفاضل. شاكر لك أستاذ عباس. بارك الله فيكم جميعا. الله يجزاك خير ويبارك فيك. طيب، لو نعود إلى الأقمار الصناعية والاتصالات، ولعل ضيفنا الشيخ أحمد سعيد اسمعنا شيخ أحمد. أي نعم. أهلا وسهلا عمي الشيخ أحمد سعيد، حياك الله. طيب شيخ أحمد، لعلك يعني ترسل للإخوة المشاهدين رسالة للاجئين في الإسلام وحتى في العروبة، كيف يمكن لنا أن نشجع هؤلاء المسلمين وخصوصا المسلمين الإريتريين على دعم إخوانهم والمشاركة في مثل هذه الحملات المباركة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين تراحم بهم كمثل جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فالمساعدة للاجئين الإريتريين أو اللاجئين في المهجر واجب شرعي. فالمؤمن كما قال الله سبحانه وتعالى لازم المساعدة لهم وتعالى على المساعدة للمساكين. فكل إنسان في هذه الأيام الفضيلة كل عمل الخير، ومن ضمنها العمل الأضحية. فالأضحية هي واجبة لمن استطاع، فأي إنسان لازم يوقف مع إخوانه الموجودين في الدين. وكما قال الشيخ برهان والزميل في بريطانيا أنه لا يخفى عليكم الأيام هذه أيام فاضلة يتسارع يتنافس في العمل الخيري. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشقة من تمرة. والمرء في ظل صدقته يوم القيامة. الله بالصدقة لإخواننا اللاجئين، وأي إنسان هي فرصة، هي أيام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، ووقتك قبل فراغك، وحياتك قبل موتك. فنحن الحمد لله رب العالمين، الإنسان إذا كان بصحة وعافية وعنده مال لابد أن يسعى لمساعدة إخوانه
وهذا شيء طيب، فهذه تجارة رابحة. فالإنسان ومن يتق الله يجعله مخرجا. فالله الله بالمساعدة لإخواننا يا إخواني. أخاطبكم من هذا المنبر وجمعية كبيري تراست. ما سمعنا من الشيخ برهان والشيخ الزني في بريطانيا، نسأل الله أن يوفقهم في العمل هذا ويوفقهم، وأحس كل الناس بالتعاون معهم وبالمد يد العون لإخواننا اللاجئين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. شاكر لك شيخنا الشيخ أحمد على هذه المداخلة النيرة الطيبة، والتي حثيت فيها جهود المشاهدين الكرام للتبرع ودعم أخواننا اللاجئين في كل مكان. مشاهدينا الكرام، دعونا نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. لا تذهبوا بعيدا للحديث عن هذه المنظمة الكبرى وهذا المشروع العظيم. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساهم معنا في مشروع أضاحي اللاجئين الإريتريين في شرق السودان وإثيوبيا واليمن، واجعل أضحيتك للأيتام والفقراء والمساكين تطعم بها جائعا وفقيرا وتدخل على نفوسهم فرحة العيد. أضحيتك أجر وفرح. قيمة الأضحية $180 للخروف و$540 للبقر. للتبرع يمكنكم زيارة موقعنا www.kabiratrust.org. مشاهدينا الكرام، حياكم الله وبياكم من جديد في هذه الحلقة والتي تختص بمشروع جمعية كبيري تراست للأضاحي اللاجئين الإريتريين. باسمكم جميعا دعوني أرحب بجميع ضيوفي في الحلقة: الشيخ أحمد سعيد عبر الأقمار الصناعية، والشيخ برهان سعيد في الاستوديو، وأيضا شيخنا الشيخ موسى أو الشيخ أبو ياسر محمد موسى. حياك الله أستاذنا الفاضل. يا هلا بك. الله يحفظك. أهلا وسهلا. طيب شيخنا أبو ياسر، هذه الحلقة هي برعاية منظمة كبيري تراست، والتي يعني من خلالها نشرنا هذا المشروع الكبير الذي تقومون به منذ سنوات طوال. ولكن دعنا قبل أن نتحدث عن هذا المشروع الكبير نتحدث عن منظمة كبيري تراست. ما هي منظمة كبيري تراست؟ متى تأسست؟ ما هي أبرز إنجازاتها؟ يعني في يعني نبذة مختصرة عن هذه المنظمة الجميلة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر قناة سلام على استضافتنا وإتاحة لنا هذه الفرصة، وليست أول مرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخير ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم آمين. جمعية كبيرة هي تأسست 2006، وهي تعمل في السودان وفي اليمن وإثيوبيا، وإن كان معظم شغلها في السودان لكثرة اللاجئين هناك. تأسست لأن وجدت أنه في حوجة للاجئين الإريتريين الذين يفرون للأسف من داخل إريتريا، فبدأت بمساعدات اللي هي سلة غذائية، ثم بعد ذلك تطورت إلى بناء مراكز ومساجد ولله الحمد. بعد ذلك طبعا أضف على ذلك الأضاحي وعيد
كسوة العيد ما شاء الله. وكفالة الأيتام. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى إثيوبيا، العمل في إثيوبيا. هناك أيضا لاجئين إريتريون في إثيوبيا ما شاء الله. وإن كان في صعوبة في إثيوبيا، لكن على قدر المستطاع يعني حاولنا أن نساعد هناك. ما شاء الله. كذلك في جيبوتي، هناك لنا إخوان في جيبوتي وفي اليمن. هذه هي. اشتغلنا في داخل إريتريا، لكن ليس بذاك يعني لصعوبة التوصيل وصعوبة التنفيذ هناك. هذا هو بمختصر يعني. إن شاء الله إذا في أي أسئلة نحن جاهزين إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله في جهودكم، ونحن بإذن الله يعني داعمين، وقبل ذلك شاكرين مثل هذه الجهود الجبارة العظيمة التي تقوم بها هذه المنظمة. بالحديث أكثر عن هذا المشروع سوف يعني أسألكم بعض الأسئلة يا شيخنا، وأيضا مشاهدينا الكرام المجال مفتوح لكم في حال كان لديكم أي استفسار أو أي مشاركة حول أو عبر هذا يعني المشروع عبر قناة سلام. دعونا مشاهدينا الكرام نسأل شيخنا الشيخ برهان سعيد، ونقول له يا شيخنا كيف لنا كإريتريين، وما هو دورنا كإريتريين، وكيف هي الطريقة التي ممكن أن تساعد الشعب الإريتري على أن يساعد ويقوم مثل هذه المنظمات ويدعمها بكافة أنواع الدعم. الله يجزيك خير سعادة المهندس عبد الرحمن، أحييك وأحيي أخي الأكبر الشيخ أحمد سعيد الحسين، الله يجزيه خير، وهو بمقام الوالد. أحييه وأسلم عليه من هذا المنبر وأقول جزاه الله خيرا، كما أؤكد الترحيب بحبيبنا الأستاذ موسى أبو ياسر. الحقيقة الشعب الإريتري شعب يمر بظروف صعبة في ظل صمت وسكوت عجيب من دول العالم. فالشعب الإريتري كما يقول حبيبنا أبو سلمان سلطان عمر شعب لا بواكي له. يقول الشعب الإريتري شعب لا بواكي له، فبالتالي يموت ولا يسأل عنه أحد، يجوع ولا يسأل عنه أحد، يمر بظروف سياسية صعبة في الداخل، وكذلك أيضا يمر بظروف صعبة في الخارج. وعليه فللأسف الشديد هذا الشعب شعب مسكين. أهم مسؤولية تحمل عناء هذا الشعب أول ما تكون على الشعب الإريتري نفسه. فكثير من الشعب الإريتري الذي يعيش خارج البلاد لابد له من واجب تجاه إخوانه، لأن الله سبحانه وتعالى سيسأل الموسر عن المعسر، سيسأل الموسر عن المعسر. واليوم الشعب الإريتري سواء كان في الداخل أو في الخارج ينتظر صدقات المحسنين، وينتظر بعد فضل الله عز وجل تعاون المسلمين إخوانهم الإريتريين خاصة وجميع المسلمين عامة، لأننا في موسم الخير، وخصوصا في جانب مشروع الأضحية، هذا المشروع العظيم الذي وإن كان السنة أن يذبح الشخص في البلد الذي هو فيه، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله شرع لنا للشخص الواحد أن يذبح أكثر من أضحية. فأضحية يذبحها في بلاده يأكلها هو وأهل بيته ويهدي منها كما هي السنة، وأضحية أخرى يصرفها لإخوانه اللاجئون في السودان وفي أثيوبيا وفي اليمن وفي أيضا جيبوتي يمرون بظروف صعبة. وحينما نقول بظروف صعبة الواحد لا يتخيل أنه لربما تمر عليه السنة كاملة وهو لا يأكل لحما، لا يأكل اللحم أبدا. ونحن اليوم هنا أصابتنا التخمة من كثرة ما نأكل اللحوم بأنواعها وأشكالها، والله المستعان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فبالتالي هذه اللحوم لحوم الأضاحي يعني ينتظرها الفقير بفارغ الصبر، بفارغ الصبر. فمن هذا المنبر ندعو إلى المساهمة في هذه الشعيرة الطيبة المباركة وإطعام إخواننا الإريتريين.
يعني حينما تقوم إن من نعم الله عز وجل الشيخ عبد الرحمن أن الله أوجد لنا مثل هذه الجمعيات المباركة كجمعية كبيريه وجمعية كافل وجمعية إيثار وجمعية الأمانة وجمعية الإحسان وجمعية القلم وجمعية الفجر، جمعيات إسلامية كثيرة تعمل في شرق السودان وفي غيرها، وجمعية أرض الصدق تعمل في جهة اليمن، وجمعية سنابل الخير تعمل في جهة أثيوبيا. جمعيات كثيرة حقيقة سخرها الله عز وجل وهيأ لها رجالا كمثال أخي أبي ياسر وغيرهم، هيأ لها رجال فعلا يبذلون الغالي والنفيس ولا يجدون الراحة ولا الطمأنينة إلا في مثل هذه الأعمال. ولا شك أن من عمل لإخوانه ووقف بجوارهم فإنه يجد حقيقة بركة ذلك في نفسه وصحته وأبنائه وأهل بيته. إن العمل لخدمة الإنسانية عامة وخدمة المسلمين خاصة فيه فوائد وثمار في الدنيا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا كلام ليس سهل، هذا كلام حقيقي ابن عبد الرحمن. لما يقول لك كان الله في عون العبد تجد من بركة هذا العمل وأنت تطعم مسكينا. يعني من الأمثلة مثلا التي كان يحدثنا عنها أخونا الله يمسيه بالخير وأقدم له تحية من هنا أخونا أبا سلمان سلطان عمر. سلطان عمر كان مصاب بالسرطان ومرض حتى قيل أنه مات ثم أحياه الله عز وجل وقام من سرير الموت، فقال لي إن اللاجئين في شرق السودان قنتوا يدعون لي أسبوعين يقول اللهم اشفيه وعافه، يقولون اللهم اشفيه وعافه بعد أن يئست زوجتي من أن أقوم من هذا السرير، فها أنا أمامك اليوم أقوم. نعم. وأخبرني عن يعني كرامات الله عز وجل له حقيقة بهذا. ولا شك ولا أشك أن يعني مثل ذلك للإخوة الذين يعملون في كبيريه وكافل وغيرهم، كل من وفقه الله وعمل لخدمة المسلمين أنا لا أشك أنه يجد بركة ذلك في أهل بيته وصحته وعافيته بلا شك. هذه بشرى عاجل المؤمن، هذه بشرى عاجل المؤمن أن الله عز وجل كما أنك إذا لم تعمل لإخوانك وكنت لنفسك فقط يعاقبك الله، فكذلك إذا كنت تعمل لخدمة دينك وإخوانك تجد الخير الكثير. لا أريد أن أطيل في مداخلتي، لكن شعبنا مع الأسف بحاجة شديدة، ومهما اجتهدت الشركات والمؤسسات والخيرين في دعم هذا الشعب لا يكفيه ويعاني من أكثر من 45 سنة، الآن تعدى 50 سنة في شرق السودان ولم نوجد لهم حلولا حقيقة جامعة مانعة. فلا على الأقل أننا نساهم في التخفيف عنهم في مثل هذه مواسم الخيرات، رمضان وذي الحجة وغيرها من المواسم الطيبة لا بد لنا. كان سؤالك كيف حال إخواننا؟ نقول حال الإخوة كما هم تعبان. لا تزال مناطقهم يا عبد الرحمن من 45 سنة تسمى مخيمات اللاجئين، تسمى مخيمات اللاجئين، تفتقد لأقل يعني وسائل سبل الحياة، تفتقد لأقل. ولعلك إذا مد بك العمر تذهب وتزور وترى إخوانك ويكون لك إن شاء الله بصمة، ولكل إخواننا المشاهدين والمشاهدات يكون لهم بصمة في ذلك. فالله التعاون. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فكيف بأضحية كاملة؟ فإذا كان الله عز وجل قد غفر لامرأة كانت تسقي كلبا وهي بغي، تسقي كلبا شكر الله لها فغفر لها، ورجل أزال غصنا يؤذي المسلمين قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه فإنه يتقلب في أنهار الجنة.
خدمة المسلمين شيء عظيم يحب الله عز وجل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، وفي رواية: ألا تنصرون وترزقون بضعفائكم بسبب دعائهم وإخلاصهم. والله أعلم. الله أعلم. جزاك الله خير شيخنا الشيخ برهان سعيد وأحسن الله إليك. دعونا مشاهدينا الكرام يعني نعود إلى ضيفنا الذي يصحبنا عبر الأقمار الصناعية الشيخ أحمد إذا كان موجود. نعم شيخنا الشيخ أحمد حياك الله. احنا ما رحبنا بك بعد الفاصل ولعلنا نرحب بك الآن مرة أخرى، فحياك الله شيخنا. لعلنا نسألكم بحكم خبرتكم في الشعب الإريتري، هل يعني بحكم أن الشعب الإريتري يعني متباعد بين أماكنه، يعني لا يعني في كل قارة الشعب الإريتري متواجد، هل يوجد إقبال على مثل هذه الحملات من خلال الإريتريين؟ بمعنى أنه هل هذه الجهود التي تقوم بها الجمعيات الكبرى هل لها صدى، وهل يعني الإريتريين يعني مستعدون لدعم والتبرع إلى هذه الحملات الكبرى؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على عبدك. الحقيقة الشعب الإريتري ليس يعني بالدرجة ممتازة في المساعدة للإخوان الإريتريين بالنسبة للمساعدات الخيرية، وهذا قد يكون سببه عدم التوعية أو عدم إيصال المعلومات مثل هذا اليوم اللي قاعد تسويه قناة سلام، جزاهم الله خير. فالشعب الإريتري محتاج مثل هذه التوعيات، ولكن الشعب الإريتري فيه خير كبير، فيه أمل كبير أنه يساعد إخوانه المسلمين في اللاجئين. فأحسهم ولو كانوا ما ساعدوا من قبل يبادروا وأن يكونوا إخوان متحابين وأن يساعدوا إخوانهم في اللاجئين في أي مكان. والحمد لله الذي جعل مثل ما قال الشيخ عن جمعيات تعمل لهذا العمل، فهذا تسخير من الله. فالله الله يا اخواننا كلكم الموجودين في العالم الإريتريين تساعدوا اخوانكم اللي موجودين في المهجر في اللاجئين، واللي راح لكن اللي جاي لازم نكون احنا نساعد اخواننا كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر السهام. فكيف نحن يكون لنا بال او يكون لنا راحه واخواننا يتآزون يتألمون يمرضون؟ فهذا ما ينبغي. فالله كل ما يستطيع يمد يد العون لاخواننا، وجزاهم الله خير في جمعيه كبيره تراست. الله يوفقهم، ندعي لهم ربنا يوفقهم. فالله هذه تجاره رابحه، وخصوصا في الايام الفاضله هذه ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر. فاوصي ونفسي بمساعده لهم بما يستطيعون، ومما مدى ولكن اليوم فحبذا لو نمد يدنا لهم، واسال الله لهم الاجر. وبلا شك وكل مردود لهم كما قال الشيخ برهان، مردود لك فيه، مردود لك المرء بذل صدقته يوم القيامه. صنائع المعروف تغي مسارع السوء، هذه كلها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد ان نطبقها يا اخواني. كل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مطلوب اللي عنده، كما زي ما قال الشيخ برهان يذبح ذبيحه لبيته وبامكانه ان يساعد اخوانه بذبيحه بذبيحتين، وهذا مفتوح تنافس. الله لا يجب السرعه، الله بالمساعده لاخواننا، وربنا يوفق الجميع. الله يتقبل مننا عمل الصالح. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك محمد. جزاك الله خير شيخ أحمد على هذه الكلمات الطيبات النيرات.
دعونا مشاهدينا الكرام نذكركم بأنه أمامكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة هذه حسابات جمعية كبيرية تراست التي تستقبل تبرعاتكم ومساهماتكم وبما تجودوا به أنفسكم. ونقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب درهم سبق 1000 درهم، لا تحتقروا شيئا. ويعني الدرهم قد يعني يكون عند الله أعظم من 1000 درهم. طيب شيخنا الشيخ أبو ياسر، بحكم خبرتكم في هذا المجال منذ سنوات طوال، دعونا نذكر المشاهدين أو نخبر المشاهدين بأوضاع اللاجئين في تلك المناطق التي ذكرها الشيخ برهان والشيخ أحمد والتي ذكرتموها أيضا. ما هي الأوضاع حتى نوصل رسالة للمشاهدين الكرام عن هذه الجهود التي تبذل، هي لمن تصل؟ طيب، بسم الله مرة أخرى. طبعا كما ذكر شيخنا الحبيب الشيخ برهان، أوضاع الإريتريين هناك صراحة أنه الواحد عندما يراها يعني لا يتحمل إلا أن تذرف يعني عيونه الدموع. يعني صعبة من أصعب الأمور. يعني أنا عندما ذهبت أول مرة ما كنت أن أتحمل، لأنه يعني تخيل هذاك الرجل الكبير، تعتقد يعني حط مكان أنه هذا والدك، فهل ستتركه يعني بلا يعني طعام ولا دواء؟ وتلك المرأة هي في مقام أمك، فأنت تتوقع أنه سبحان الله لو كانت أمي هنا هل كنت سوف أتركها؟ وكذلك أختك وقس على ذلك. فالوضع صراحة مأساوي. تخيل أنه يعني شاب ذهب هناك منذ 45 سنة، الآن عمره كم؟ يعني عمره فوق 60 سنة. يعني تزوج هناك وخلف وأبنائه أصبحوا برضو من اللاجئين. معاناة صعبة جدا. فإن حدثتني عن وضعهم فما لا أعرف من أين أبدأ. هل أتحدث عن الصحة أم عن الطعام عن الوضع الأمني؟ ما تستطيع أن تتحدث. يعني ما تعرف تبدأ من أين وتنتهي إلى أين. فوضعهم صعب. وهذا ذاك الرجل عنده ابنته يعني عندما زرنا مريضة مرض نفسي. لماذا؟ ما يقول لا أعرف. لكن الوضع طبعا هناك المس والجن، لأنه لا يوجد كهرباء. يعني هم لا يعيشون المعيشة كما ذكر شيخنا، يعني اللي هي أقل وسيلة الحياة. يعني لا يشربون الماء النظيف ولا يجدون الأكل الذي يعني نحن كما تعرفون الحمد لله ليس في عيد الأضحى، لكن في طول السنة الناس تأكل اللحم ما لذ وطاب، ولكن هناك يعني حتى في عيد الأضحى لا يجدون اللحم. أنا سألت سؤال وندمت على أني سألت هذا السؤال. سألت طفل يعني قدمنا لهم من أهل الخير، نحن يعني لسنا إلا يعني جسرا يعني يوصل إلى هناك. سألت الطفل قلت له: متى آخر مرة أكلت؟ لم تكن لحمة، كانت دجاجة. متى آخر مرة أكلت دجاجة؟ فضحك وتبسم يعني واعتقدت أنه هو يستهزئ، يعني كأنه هو يقول تستهزئ بي. يعني عندما قلت له: متى آخر مرة أكلت لحم؟ ضحك كذا بابتسامة، قال لي: أول مرة أكل لحم. فنحن نتعجب عندما نجد أنه في هناك ناس لا يجدون اللحم ولا الأكل الطبيعي العادي. فلذلك معاناة صعبة جدا. عندما نرى في الصور وفي الفيديوهات هذه تجملها الصور. يعني هناك المخيمات، حتى كما يقولون المخيمات يعني هي اسم مخيمات لكن ليست مخيمات، هذيك صحراء هي. يعني احنا أول مرة ذهبوا معنا إخوة آسيويين فيقول لنا: نحن ذهبنا إلى العراق وذهبنا إلى سوريا وذهبنا إلى اليمن، ذهبنا إلى عدة دول، جمعية كبيرة هي. فقال: أول مرة نرى معسكر بهذا الطريقة. هذا قالوا حتى الحيوان لا يستطيع أن يعيش في هذا المنطقة، يعني لسوء الحالة الموجودة اللي هناك. لذلك يعني نحن حتى نشرب الماء يعني ممكن ما تأخذ مننا حتى ثواني حتى نتناول الماء. يعني هناك يذهبون يمكن بالعشرات الأميال حتى يأتوا بالماء. وهناك ماء يعني بئرين، بئر للشرب وبئر للأغراض الأخرى، فلا يستخدمون. فلذلك الوضع هناك صراحة صعب مأساوي. فيطول الحديث، يعني لو أعتقد حلقة واحدة لا تكفي. لكن يعني كما يقولون: ليس من رأى كمن سمع. أنك تسمع هو قصة كأنها قصة، لكن عندما تعيش الواقع هناك يعني صراحة الوضع
مزعج جدا، متعب نفسيا. صدقني أنا أقول لك والله يعني بعد ما ذهبت هناك ورجعت تعبت نفسيا، يعني حتى مع أبنائي أصبحت يعني أتعامل معهم أقول لهم لماذا يعني أنتم تقولون ما نريد هذا نريد هذا؟ يا أخي هذه نعمة من الله، وأنتم الآن يعني تقولون نريد هذا ما نريد هذا. فلذلك يعني من الأشياء الغريبة والعجيبة أنا أقول لك في كثير من الدول التي هي يقول عندهم مخيمات ومجاعة، يا أخي أقلها تجد أنه في فقراء وفي أغنياء، فالفقير يذهب ممكن حتى في الشارع يعني يشحت، أو أنه مثلا يذهب إلى الزبالة حتى يجد إيش باقي الطعام. هؤلاء الناس لا يوجد هذه الأصناف، ما عندهم، ما في حتى أغنياء حتى يذهبوا يسألوهم ولا حتى في الزبالة حتى يروحوا. فأنا من الأشياء الغريبة اللي استغربتها وجدت أطفال يحفرون في الأرض، فتوقعت أنه إيش يا شيخنا، توقعت أنه هم يعني قاعد يبحثوا على ألعاب، وإذا بهم يعني قلت إيش ماذا يأكلوا هذول الدود ولا يأكلوا إيش يجدون تحت الأرض بالله، يحفرون الأرض. فلذلك يعني الوضع مهما وصفت لكم صدقني يعني كما قال شيخنا شيخ برهان، أنا أتمنى يوما يعني ننسق إن شاء الله وتذهبوا معنا يعني قناة الرحمة قناة السلام لعلها تغطي يعني الحدث من أرض الواقع. يعني هذا ليس في السودان فقط، يعني حتى ذهبنا إلى جيبوتي وجدنا الوضع هناك كذلك ليس أقلها. الشيخ إدريس بارك الله فيه هو القائم طبعا سنابل الخير هناك، فالوضع برضو في جيبوتي صعب جدا. وهناك في إثيوبيا طبعا أنا ذهبنا بس لم يسمحوا لنا حتى نذهب إلى المعسكرات، يعني إثيوبيا طبعا أصعب برضو من السودان وجيبوتي. فلذلك يعني هناكم شعبنا المسكين بين زي ما يقولوا ألم وأمل، يعني هو أمل على أنه يخرج إلى خارج المناطق هذه، لكن ليته يعني يجد يعني أقلها اللي هي الأضحية. فلذلك يعني نتمنى من المشاهدين الكرام أن يعني يتبرعوا بما تجود به أنفسهم إن شاء الله. وكما قال الشيخ أحمد سعيد الله يحفظه إنه الشعب الإريتري فيه خير كثير. صحيح. أي نعم. فنحن عندما بدأت الجمعية كبيرة بدأت بالإريتريين وما زالوا في خيرين كثر هناك، لكن نذكرهم بأنه أضحيتك أجر وفرح. طيب أحسن الله عليك شيخنا الشيخ أبا ياسر. أضحيتك أجر وفرح هو عنوان هذه الحملة، ونبشركم أنه بدأنا نستقبل التبرعات عبر الحساب الذي ظهر أمامكم على الشاشة. هناك متبرع تبرع بمبلغ ما شاء الله 50 باوند، فالحمد لله هذه أولى الخيرات، ونطمع في المزيد منكم أعزائنا المشاهدين لكي يعني نساهم في ولو يعني القليل يسير، قليل مع قليل يعني بإذن الله سوف يساهم بإنقاذ ويعني مساهمة في إسعاد أناس كثير يعني يتمنون أن يعيشون فرحة هذا العيد، ونحن يعني ننعم بهذه النعم الكبيرة. لعل المخرج قال لي أن هناك اتصال، لعلنا نستقبل اتصالا مباشرا. نقول السلام عليكم أستاذ حسن، حياك الله. وعليكم السلام الله وبركاته. حياك الله أستاذنا الفاضل. لعلك تسمعنا من التليفون أستاذ حسن. والله نسمعك من التليفون. نعم حياك الله. تفضل أعطينا مداخلتك ومشاركتك في هذه الحلقة الخاصة بمشروع أضاحي اللاجئين الإريتريين. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وأسأل الله أن يبارك في برامجكم جميعا. اللهم آمين، جزاك الله خير. وأنا مشترك في جمع التبرعات دائما بالجامعة الجليلي وحبيبي طبعا ناصر عفوا. والحمد لله نشارك في هذا المشروع بإذن الله الذي فيه لكل من شارك فيه عليه، وأسأل الله لكم الأجر والخير. اللهم آمين، جزاك الله خير الجزاء وبارك فيكم وبكم. يعني تقوم مثل هذه المنظمات والجمعيات والناس للناس
وكلهم بالله. مشاهدينا الكرام دعونا يعني نرحب باسمكم بضيف هذه الحلقة الشيخ جمال سعيد، والذي يصحبنا عبر الأقمار الصناعية من بريطانيا برمنغهام. عمي وشيخي الشيخ جمال سعيد، حياك الله وبياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله يا شيخ عثمان. الله يحييك ويبارك فيك. والله هذه مشاركة تزيد هذا البرنامج شرفا وجمالا يا شيخ جمال. جملك الله وحيا الله ضيوف محمد الشيخ برهان، الشيخ محمد موسى كبير. هذا كبيركم في تركيا وهذا كبيرنا في برمنغهام. ما شاء الله. أنا مؤكرم الشيخ أبو ياسر. واكب النجوم والأقمار. اللهم امين. الله يجزاك الله خير يا شيخ جمال. طيب شيخنا، لعلنا يعني سبقناك في الحديث عن فضل الاعمال الخيريه في هذه الايام العشر، ولكن لعلنا ننهل من علمكم ومن يعني ما تجودون به عن فضل هذه الايام العشر، ثم بعد ذلك ننتقل لاهميه وجود هذه المنظمات بين المجتمع الاريتري. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. على آله وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حقيقة في مثل هذا اللقاء المبارك وفي هذه الأيام المباركة وفي هذا الموضوع الساخن العظيم الكبير، ألا وهو موضوع تقديم شيء لله سبحانه وتعالى لصالح الإريتريين المنسيين في هذه القارة السمراء، الإريتريين اللاجئين الإريتريين. بداية هذه الأيام العشر، وإن كنتم قد تحدثتم عن شيء من فضائلها، فإنه لا بد أن نزيد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في المقبولين. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث أيما حث. هذا الحديث يا إخواني وهذه العشر المباركة يعني تميزت بأمرين اثنين، هذا الغريب فيها. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق أنه خص أياما بكلام مثل هذا. الخاصية الثانية أنه لم يرى الناس مشغولين عن هذه الفضائل، يعني ما في شيء ترى الناس مشغولين فيه ويعني مغبونين فيه كمثل هذه الأيام. فتخيل على مقدار ما حث النبي صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح في هذه الأيام، حينما ترى مقدار انشغال الناس وانصرافهم في هذه الأيام العشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام، بأسلوب النفي، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. ما في، قطع النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال في هذه العشر خير حتى من الأعمال في العشر الأخير من شهر رمضان. تخيلوا يا إخواني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قطع بطريقة جازمة لا تدع مجالا للشك ولا للريب ولا للتفكير، فقال: ما من أيام، وأيام هذه نكرة في سياق الشرط فتعم كل الأيام. ما في أيام، لا يمكن يخطر في بالك أيام أفضل من هذه الأيام، فهي أفضل أيام السنة في العمل الصالح. يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. فالصحابة رضوان الله عليهم يعرفون فضل الجهاد في سبيل الله وأنه أعلى المراتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فمباشرة شوف الصحابة رضوان الله عليهم كم لفقههم وكم لعلمهم وكم لفضلهم على الأمة، يعني لو سكتوا ما وصلنا هذا الخير. مباشرة طرحوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ كانوا متوقعين يقول إلا الجهاد مثلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا حتى الجهاد. طيب حتى الجهاد يا جماعة الخير، الجهاد الإنسان يفقد فيها روحه التي هي أغلى ما عنده. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا الجهاد في سبيل الله. عجبا لهذه الأيام وهذه الأعمال في هذه الأيام. ولا الجهاد في سبيل الله، إلا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا يطيقه معظم الناس أو كل الناس إن شئنا أن نقول، قال: إلا رجل خرج من بيته بماله ونفسه
يعني إلى الجهاد فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني رجل تصدق بكل ماله وخرج بنفسه وقاتل في سبيل الله ومات ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني احتسب نفسه وماله لله. هذه الحالة فقط يمكن أن تكون أعظم من الأعمال في هذه العشر، ومن يطيق مثل هذا؟ وبالتالي قال العلماء وبدون تردد بأن الأعمال، جميع الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر هي أفضل عند الله سبحانه وتعالى، وهي التي تقرب عند الله زلفى يعني وتبوي الإنسان مكانا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. طيب إذا جينا ننظر إلى الجانب الآخر وهو أعمال الناس، يعني أنت الآن لا ترى مساجد المسلمين تمتلئ بالمصلين، ولا ترى يعني تغيرا في أحوال المسلمين، وهذا ما يستغرب له. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الحديث الصحيح، ثم إذا نظرت في أحوال الناس ما تجد إلا بعض الصالحين قد تغير فيه شيء بسيط، أما الأغلب من الناس لا ينشطون إلا في شهر رمضان، وكأن الفضل الذي ورد في رمضان ورد فيه فقط، وكأنه لم ترد أفضال أخرى في مثل هذا الزمن العظيم. وهذا من الأمور التي نبه عليها العلماء، وقالوا بأنه يجب على الإنسان أن يتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي حث على استغلال شهر رمضان، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان، أو من العمل في شهر رمضان. لا، ما قال هكذا، وإنما قال في هذه العشر، عشر ذي الحجة. ولهذا أثر عن الأئمة والعلماء اهتماما غريبا في هذا المجال. وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يغشيان الأسواق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. فالأعمال الصالحة يا إخواني بجميع أشكالها وألوانها وتعدادها، من قيام ليل وصيام نهار وصدقة ومعروف وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة غير المسلمين، وكل ما يخطر في البال من بر الوالدين وصلة الأرحام وزيارة المرضى وعيادتهم وتشييع الجنازة ودلالة الإنسان على الخير وتقديم كل هذه الأعمال يا إخواني تعظم عند الله وتتضاعف بطريقة غير معتادة في يعني غير هذه الأيام العشر. لكن هنا أمر مهم يا إخواني، شوفوا يا إخواني، الأعمال الصالحة عند الله سبحانه وتعالى تتضاعف بثلاثة طرق أو بثلاثة أشكال. الشكل الأول الزمان، مثل هذه الأيام الآن. الأمر الثاني المكان، مثل الذي يذهب ليصلي في المسجد النبوي أو الذي يصلي في مكة المكرمة، الصلاة تختلف، فإذا تتضاعف بسبب المكان. أما الأمر الثالث وهو الذي يغفل عنه كثير من الناس، وهو تفاضل الأعمال، من حيث أنها تكون أعمال قاصرة على الإنسان نفسه، أو أن يكون الفضل فيها متعديا للآخرين. يعني الآن لما تصلي فضل الصلاة يعود على من؟ عليك أنت، فالصلاة نفعها قاصر على الإنسان. أما الأعمال التي تقوم بها وتتعدى الغير، تصل يعني يصل ثوابها، يصل أجرها، يصل فضلها ونفعها إلى الغير، فإن هذه تكون أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا حدود لها. حينما تدخل السرور على قلوب إخوانك، حينما تدخل العون على قلوب إخوانك، حينما تشعر بهموم إخوانك وتمد يدك إلى جيبك فتتبرع وتسدي المعروف إلى الآخرين، فإن هذا يا إخواني فضل لا حد له. فتخيلوا يا إخواني أن الإحسان إلى الآخرين وبذل المال يكون في هذه العشر، فتكون قد جمعت بين خصلتين اثنتين أو سببين من أسباب تضاعف العمل الصالح. الأول هو الزمان، عشر ذي الحجة. الثاني أن هذه الصدقة التي تقوم بها، أو هذه الأضحية، أو هذا التبرع الذي تتبرعه من خلال هذه الجمعية أو تلك، أنه نفع متعدي. إيش معنى متعدي؟ يعني يصل ثوابه أو يصل نفعه للآخرين. يعني أنت تخفف معاناة إخوانك لولا هذه الصدقة أو هذه النفقة أو هذه الأعطية التي تعطيها لهذا المسلم الذي لا يجد عونا إلا من خلال هذه الصدقة. هذا النفع المتعدي، هذا جزاؤه عند الله ليس له حدود وليس له يعني شكل. ولذلك يا إخواني العلماء يقولون بأن الأعمال المتعدية في جنسها أفضل من الأعمال القاصرة.
ولهذا دعا الله سبحانه وتعالى كثيرا إلى النفقة. لماذا؟ السبب في ذلك أن فيها نفعا متعديا، ولذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد في سبيل الله يا إخوان. طيب، خلوني أعطيكم آية يا إخواني نتدارسها مع بعض، وهذه الآية من أعظم الآيات المحزنة والمقلقة والتي ينبغي الإنسان أن يتأملها قبل أن ينتقل إلى أي شيء آخر. قال الله جل وعلا واصفا حال الإنسان أيا كان حينما يأتيه الأجل وهو ذو مال، عنده فلوس، عنده بنك، ترك حسابات كثيرة مفتوحة، تمام، في البنك الفلاني والبنك العلاني، وكان في الدنيا حريصا على أن يجمع الريال فوق الريال والدولار فوق الدولار والليرة فوق الليرة والباوند فوق الباوند، وكان يفرح كل ما سحب كشف حساب وإذا بالأموال ما شاء الله رصيد طالع ما شاء الله تبارك الله. هذا الإنسان حريص على الدنيا، وكلنا ذاك الرجل. وصف الله حال هذا الإنسان حينما يأتيه الأجل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. طيب، ثم قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. السؤال الذي يطرح نفسه يا إخواني، من المتوقع أن يقول شيخ جمال اتلوها علينا بصوتك الجميل، اتلوها علينا بصوتك الجميل. أبشر يا شيخ برهان، طيب اتلوها علينا. يا سلام، آيات عظيمات من سورة المنافقون، اتلوها علينا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إن شاء الله. يا إخواني، هذه الآية يا إخواني ينبغي لكل إنسان أن يتأملها ويقف عندها ولا ينام اليوم إلا وقد حاسب نفسه وأخرج الدفاتر واتصل بالمحاسبين القانونيين والمحاسب الداخلي والمحاسب الخارجي والمدقق والمراجع ويسأله هذا السؤال، يقول: أنا إن مت كم سيرث الوارث؟ بس اسأل هذا السؤال يا أيها الأثرياء، يا من عنده أكثر من حاجته، اسأل المحاسبين، اسأل نفسك: أنا إن مت كيف ستقسم التركة؟ كم ستأخذ زوجتي؟ كم سيأخذ أبنائي؟ ثم اسأل نفسك: هل تتوقع أن المال الذي لم تنفقه أنت في سبيل الله هل سيكون وارثك أحرص عليك في أن ينفقه في سبيل الله بنيتك أنت، أم سيقول مالي مالي، حقي حقي؟ أول شيء نقسم التركة ثم ننظر كم نخرج من جيوبنا فنضعه لهذا الأب أو لهذه الأم التي تركت. اسأل نفسك هذا السؤال، والجواب يا إخواني وبدون شك لن يكون أحد أحرص عليك منك. فإذا بخلت على نفسك في الدنيا وعندك مال فالغالب أن أبناءك لن يكونوا بأحرص منك على نفسك. أنفق المال ما دام في يدك ولا تنتظر شفقة من أبنائك ومن ورثتك، فربما ينفقون وربما لا ينفقون. ذكر أحد المشايخ والعلماء قال: اعتدت أن أذهب إلى أحد الأثرياء أطلب منه في حياته أن ينفق، فكان كلما أتيته كالبحر ينفق في سبيل الله،
قال فلما مات ترك مليارات. ثم ذهبت إلى أبنائه ومعي مشروع. قال ويكلف المشروع فقط 20,000 ريال. قال فلما كلمت أحد أبنائه الكبار قال والله نحن تو الوالد متوفى ونحن ودنا نجمع نحصل التركة وكذا، فأتينا بعد فترة. قال ويؤجل من يوم إلى آخر ومن آخر إلى آخر. قال والله يعني وبطلوع الروح وهو يعرف أنني كنت آتي في أيام حياة أبيه أطلب من أبيه ويعطيني ولا يناقشني. قال فلما رأيت هذا المشهد وصعوبة إخراج الصدقة من أبنائه، لأن المال الآن تحول، لم يعد مال الميت وإنما أصبح مال الورثة يا إخواني. قال بكيت بكاء شديدا وقلت رحمك الله يا أبو فلان، شوف الآن فلوسك يعني مليارات لا تخرج في نفس المشاريع التي كنت تدعمها، وأصبحت الآن تحت إمرة فلان وإمرة علان، هذا يحب الخير وهذا لا يحب الخير، وهذا توجهه كذا وهذا توجهه كذا. تمام؟ قال فبكيت ليه؟ لأن هذه الحالة يا إخواني قد ذكرها الله في القرآن الكريم. شوفوا الله سبحانه وتعالى في القرآن إيش قال؟ قال فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. يعني خلاص أنه فقد الأمل، خلاص كل شيء الآن بان على الحقيقة، عرف إنه الصدقة كيف ترفع شأنا عند الله سبحانه وتعالى. لما شاف هذا المشهد تذكر الحقائق، رجع للوراء، قال لولا أخرتني، لو إنك تأخرني إلى أجل إيش أسوي؟ ما قال فأصلي، لاحظ هذه النقطة، ما قال فأصلي ولا قال أحج ولا قال أعتمر ولا قال أجاهد. لاحظوا يا إخواني إيش قال؟ قال فأصدق وأكن من الصالحين. يعني اختار الله جل وعلا في لحظة الوفاة ولحظة الموت، حينما يصحو الإنسان من غفلته بعد موته إيش أو عند لحظة الموت تذكر، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أن من كان يملك شيئا من الدنيا سوف يندم، لا للحج ولا للجهاد ولا لأي شيء، بيندم على ليه؟ تعرفون ليه يا إخوان؟ لأنه ترك مالا، وهذا المال يعرف من سيأخذه، فتأخذه زوجته وتفرح به، وربما تتزوج وتدخل في منزله رجلا غريبا يستمتع بالمال الذي تركه من خلفه، بخل به عن نفسه في الدنيا لينفعه يوم القيامة، فأخذه الغريب الذي ربما يطأ فراشه ويأخذ ماله. الله أكبر. قال الله جل وعلا ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله نعم فمنكم من يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والحقيقة يا أحبابي هذه الجمعية جمعية كبيرة فتحت الأبواب وأوصلت الصدقة وأصبحت لكم صوت ونابت عنكم إلى هؤلاء اللاجئين الذين لا يعرفون طريقهم أحد. فإذا وصل الإنسان، أنا أعرف محمد خاص وصديقي وزميلي كان من المفروض اليوم نفطر مع بعض لكن أنتم أخذتوه، نسأل الله أن يعود معه الفراح. الله المستعان شيخنا، الله المستعان. الله يا رب يا رب. نعم اللهم آمين. طيب لعلنا يا شيخنا أثناء حديثك النير جاءتنا بعض الاتصالات ومن بعض الناس الذين يعني يريدون أن يعني يتبرعوا ويساهموا ويدعمون هذه المنظمة بما يعني يستطيعون ويجدون به، فلعلنا نستقبل مخرجنا أولى هذه الاتصالات، أو لعلنا نعود إلى يعني اتصال المتصل الأول أو المتصل الثاني الذي شرفنا في هذه الحلقة الأستاذ حسن، ولعلنا قطعنا له حديثه، فنعود إلى الأستاذ حسن. حياك الله. الله يحييك ويا أهلا وسهلا. الله يجزاك خير. لعلنا نعتذر منك أولا. ولا يهمك، بسيطة. حياكم الله من جديد. الله يديكم العافية. ما أدري أول قطع، ولكن كان يبدأ أواصل الكلام بحيث أن المبرع بقيمة أضحية الله يجعلها في المسلمين. ما شاء الله تبارك الله. الله يتقبل منكم
صالح الأعمال، وخصوصا في هذه الأيام المباركة. شاكر لك الأستاذ حسن على هذه المساهمة. ساهم ما شاء الله معنا ببقرة لمنظمة كبيرية ترست في هذه الحملة المباركة. شكرا لك أستاذ حسن، وأسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. لعلنا نذهب إلى اتصال آخر ضيف جديد في هذه الحلقة. نقول السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، لعل من اتصل بنا أن نذكره بأن المجال لا زال متاحا عبر أرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا بعد هذا الفاصل القصير سوف نستقبل أيضا بقية اتصالاتكم ومشاركاتكم واستفساراتكم، وأيضا نحثكم أن تروا هذه الحلقة وتتبرعوا بأرقام الحسابات الرسمية لمنظمة أو لجمعية كبيرية ترست. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم في هذه التغطية، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساهم معنا في مشروع أضاحي اللاجئين الإريتريين في شرق السودان وإثيوبيا واليمن، واجعل أضحيتك للأيتام والفقراء والمساكين، تطعم بها جائعا وفقيرا وتدخل على نفوسهم فرحة العيد. أضحيتك أجر وفرح. قيمة الأضحية $180 للخروف و$540 للبقر. للتبرع يمكنكم زيارة موقعنا www.kabiratrust.org. نحن في دار تحفيظ القرآن الكريم بديم النور مربع واحد في بورسودان شرقي السودان. نشكر الإخوة الذين يعملون في منظمة كبيري العالمية، ونشكرهم في كل المشاركة الذين شاركوها في إخوتهم وإخوانهم وطلابهم على ما قدموه من مساهمات مالية. شكرا كبيرين، شكرا كبيرين، شكرا كبيرين.
مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل في كل مكان، حياكم الله من جديد في هذه الحلقة الخاصة الاستثنائية التي هي برعاية جمعية كبيرة تراست، والتي تختص هذه الفترة بمشروع أضاحي اللاجئين الإريتريين أضحيتك أجر وفرح. مشاهدينا الكرام، دعونا نستقبل هذا المقطع من هذه الحلقة بأحد اتصالات المشاركين معنا في هذه الحلقة، ولعلنا يعني نجعل الأستاذ أبو ياسر هو من يستقبل هذا الاتصال باللغة الإنجليزية. نقول أبو ياسر تفضل معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياس نور الدين. ازيكم؟ خمن لكم امتحان؟ تكلم امتحان باللغة التقنية. المجال متاح باللغة الإنجليزية أو باللغة التقنية بما تحب. إنجليش ولا تقنية؟ والله يعني تقنية. تعال بالتقنية أفضل. نجعل الشيخ برهان والد العزيز هو من يستقبل هذا الاتصال باللغة التقنية. حياك الله. تفضل يا شيخ برهان. تفضل. السلام عليكم. خمن لكم امتحان؟ الحمد لله، تفضل أبشر. شكرا، جزاك الله خير. كاب لندن يوجد له كبيرة ما شاء الله، بزح سرح يقول له أنا حاولنا حفتنا أب السودان وكالة عدد له ما شاء الله. لما عدت أنا دولة نا قرباني نا 4 ستة إن شاء الله قبل دليل إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أجل اختبرك يا رب قبلك ما شاء الله. جزاك الله خير. ما شاء الله. آمين آمين. وأنا دعاء إن شاء الله دعاء قبلنا كبيرة charity يوم كله سب يصرح دلو عطنا حوانا حطنا يحبسوا دلو دعاء نقبل لهم ما الله روج إن شاء الله. بارك الله فيك. 4 أضحية تقرب دلخا نحواتك عند السودان دلو وإثيوبيا واليمن، وأن أجلك غير كيد الله ربي سبحانه وتعالى يقبل لك وأبشر بالخير. ذي عمل ذي أجره عظيم وما شاء الله كبير زخانة أجري ورب صفوت وصراحي ودوتاك هايو وغنزب رب تكالكايو. أبشر بجزاك الله خير. نسخان بيت سبكان نملو بيت سدرا بيتك وما نقصت مال من صدقة يقول سيدنا محمد. لو تعكايو رب اختك الكاي ان شاء الله. قناة سلام لما اخبير كاز دولكا جمعية كبيرة لما اخبير كاد حجزك رب سبحانه وتعالى يخبرك نبلك. اللهم امين. آمين آمين. شكرا، جزاك الله خير. بارك الله فيك. اللهم امين. شاكر لك استاذ اخونا نور الدين على هذا التبرع، ونسأل الله تعالى أن يتقبله منك وأن يجزيك عن المسلمين خير الجزاء. ونبشر الأخوة في الاستديو مشايختنا الكرام وأيضا المشاهدين الأفاضل أن التبرعات مستمرة. الشباب يخبرون أن هناك ما شاء الله شخص تبرع بقيمة بقرة من الكويت ما شاء الله، وأيضا ما شاء الله هناك شخص آخر أيضا من برمنغهام تبرع ببقرة. وهنا في الاتصال الأخير هناك 4 بقرات، والحمد لله يعني نهيب البقية أنهم يعني يشاركون معنا في هذه الحملة المباركة. مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا دعوني أرحب بمن يصحبنا أيضا عبر القمر الصناعية، فضيلة الشيخ أحمد أبو معاذ مدير مركز النجاشي والذي يقيم حاليا في لندن. حياك الله شيخنا الشيخ أحمد. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلا بك شيخنا الشيخ أحمد. شيخنا، كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة عن أهمية الصدقة في هذه الأيام العشر المباركة، وذكرنا المشاهدين، دعونا ننهل من علمكم ومن ما تجودون به حول عنوان هذه الحلقة، والتي هي
تدعم حملة منظمة كبيرة تراست، أضحيتك أجر وفرح. تفضل شيخنا. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بداية نهنئكم على هذا العمل الطيب المبارك الذي هو يعني ينوب عن الشعب الإريتري في كل مكان، والذي يبلغ يعني رسالة هامة في هذا الوقت للوقوف بجانب إخواننا، وأن لا تمر هذه الأيام المباركة عليهم، وأن لا يدخل عليهم العيد من دون أن يشعروا بفرحة العيد مثلهم مثل باقي البشر. فنهنئ لكم هذا العمل المبارك الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسنات كل من شارك وكل من قدم وكل من ساهم في هذا المشروع المبارك. هذه أيام مباركة، هذه أيام طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أفضل أيام الدنيا، هي خير أيام الدنيا. ومن الإنسان أن يستشعر خيرية هذه الأيام، أن يشعر بإخوانه وأن يشعر بالمحتاجين ويشعر بالناس، أن لا يكون يعني يعيش في قالب ولا يكون يعني يعيش في أنانية. مشكلة هذه الدنيا أنها تشغلنا دوما بسبحان الله الأشياء الصغيرة التي نعيش فيها، ونظن أن هذه هي الحياة فقط، وننسى أن سبحان الله الله عز وجل يعني مد لنا في هذه الدنيا أعمار غير أعمارنا. فالإنسان الذي يعيش فقط لنفسه هو يعيش عمر واحد، أما الذي يعيش لغيره ويقدم لغيره فهو يعيش أعمار كثيرة، ويعيش في هذه الدنيا سبحان الله يعني كأنه عاش قرون وكأنه عاش دهور. ونعرف كيف أن التاريخ يخلد دائما أسماء الناس الذين عملوا لخدمة الناس وقدموا لأجل الآخرين. الذين عاشوا لأنفسهم لا يخلدهم التاريخ، لأنهم عاشوا عمر واحد، عاشوا حياة قصيرة فقط. فلذلك من المهم جدا أن لا نغفل عن هذا الأمر، أن نفكر في هذه الأيام في هؤلاء الأطفال، هم أبناؤنا، هم يعني لابد أن يكون لديهم آباء من بيننا، ويكون لديهم أمهات من بيننا، ويكون لديهم إخوان من بيننا، لا يكونوا مقطوعين تماما، ولا يكونوا في احتياج، وبخاصة في هذه الأيام. هذه الأيام أيام طيبة، أيام مباركة. العمل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليس كالعمل الصالح في غيرها. حتى الصحابة استفسروا قالوا ولا الجهاد في سبيل الله أعلى المراتب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الجهاد، إلا رجل ذهب يعني بماله ونفسه ولم يعلم ذلك بشيء. فحتى الإنسان الذي خرج في الجهاد ورجع، أجر الأعمال التي يقدمها الإنسان في هذه الأيام أعلى منه، إذا كانت في هذه الأيام الأعمال لا شك عند الله سبحانه وتعالى أجرها عظيم ومكانتها عظيمة جدا. فلذلك يحتاج الإنسان أن يفكر من بين الأعمال التي يمكن أن يقدمها في هذه الأيام: صيام، صدقة، يعني اهتمام بالنوافل، قراءة القرآن، استشعار لزيادة الإيمان. كل هذه الأمور أمور طيبة ومهمة، لكن أن يشعر بمعاناة الناس، أن يشعر بمعاناة إخوانه. نحن والله الحياة تشغلنا، وربما تأتي هذه المناسبات سبحان الله لتذكرنا، وكأنها يعني كان شيء غائب عن البال، واليوم نتذكره فجأة سبحان الله. لكن هكذا الدنيا سبحان الله، تأخذ الناس وتشغل الناس. لكن لا أقل من أنه في مثل هذه المناسبات أن نقف وقفة قوية، وقفة كبيرة، وقفة مشرفة، وقفة أيام وتمر. هذه الأيام تكون عند الله سبحانه وتعالى ادخرنا فيها يعني من الأجر ومن الثواب العظيم. فلذلك أحث نفسي وإخواني بالمبادرة وبالمسارعة، وأن لا يكون طبعا الأمر مقتصر فقط على مسألة الأضحية، لكن هي مسألة الشعور بهؤلاء الأبناء، بهؤلاء الأطفال، بهؤلاء الأمهات. يعني هؤلاء الأمهات هم إخوتنا، ومن بينهم يعني من هم في أعمار أمهاتنا، نبرهم كما نبر أمهاتنا، ونصلهم ونسترهم كما يعني نستر إخواننا وقراباتنا. فأن نكون لهم إن شاء الله تعالى سند، ونكون لهم عون. ومثل جمعية كبيرة والجمعيات الأخرى المباركة، هم يؤدون وينوبون عنا، لأننا لا نستطيع كلنا أن نتفرغ لهذا الشيء، وهذا من فروض الكفاية. وفي الإسلام معروف أن الفروض على الأفراد هي فروض الأعيان، لكن هناك فروض الكفاية، وفروض الكفاية من الفروض التي تتشرف بها الأمة.
يعني هي من الأشياء التي سبحان الله تخدم هذه الأمة وتغطي عنها جوانب كثيرة. فلذلك هؤلاء الإخوة الواقفون على هذه الثغور هم واقفون على فروض كفائية ينوبون عنا لكي يوصلوا عنا هذه المساهمات وهذا الأجر، وإحنا ليس علينا إلا أن نقدم القليل بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى تصل هذه الصدقات وتصل هذه الأضاحي التي هي طبعا سنة مؤكدة الأضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أجمل الإنسان يزيد والإنسان يقدم أكثر ويتقرب أكثر. الله سبحانه وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن الله عز وجل يقول في بقية الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنت تريد الله عز وجل يحبك، تقرب إليه بالنوافل بالزيادات، ليس فقط بالأشياء الفروض هذه يحبها الله عز وجل ولذلك افترضها، لكن مما يدل على محبة الإنسان لربه سبحانه وتعالى أن يظل يتقرب. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب ما الذي يحدث إذا أحبك الله سبحانه وتعالى؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يكون الله عز وجل معك في كل أحوالك وفي كل سكناتك وحركاتك في حياتك، يكفيك الشر ويؤيدك ويوفقك لكل خير، يحمي أبنائك، يحفظك، يكون معك في كل حال. فهذا هو السبيل، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. أنا لا أريد أن أطيل في حضرة الشيخ برهان والإخوة الأكارم، لكن يعني حملة مباركة، ونبارك ونشد على أيدي إخواننا في جمعية كبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأيام أيام فرح وأيام سرور على جميع المسلمين في كل مكان، وأن يكون لكل مسلم ولكل إريتري أن يكون له قدم يعني سبق في هذا المضمار إن شاء الله تعالى، وأن يقدم كل إنسان بقدر ما يستطيع. مرحبا، شرفتنا وشرفت هذه الحملة، جزاك الله خير وبارك الله فيك. نتابع بعض مداخلاتك وبعض الحقيقة أنا لم أتشرف من قبل اللقاء بك وجها لوجه، وكنت أعجب جدا وأستمتع ببعض مداخلاتك في الفيسبوك، ولذلك سألت عنك الشيخ جمال فقال لي هذا الشيخ أحمد إمام وخطيب مسجد النجاشي في برمنغهام، فأنعم وأكرم في لندن. في لندن نعم، فأنعم وأكرم نفع الله بك أينما كنت، جزاك الله خير. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بك في دار كرامته عند ربنا جل وعلا بجوار نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى، وليس ذلك على الله بعزيز. اللهم طبعا مسجد النجاشي إمكا هو مسجد للإريتريين، وهو دائما يعني يدعم القضية الإريترية ما شاء الله، ويعني حتى ما يحتاج أن نحجز، هم دائما يعني مخصصين لنا يوما في رمضان وفي غير رمضان يعني ما شاء الله. هذا من باب انه الإريتريين برضو لهم وقفة مع شعبهم في الخارج. ونشكر من هنا من قناة السلام مركز النجاشي إدارة والمصلين، وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأعمال الخير إن شاء الله. آمين آمين آمين. حياكم الله شيخ أحمد. أحسن الله إليكم. الله يحييكم شيخنا الكرام الأفاضل، جزاك الله خير يا شيخ أحمد على هذه المداخلة الطيبة النيرة، وأحسن الله إليك ونفع بك الإسلام والمسلمين. دعونا أعزائنا المشاهدين أو نذكر مشاهدينا الكرام بأهمية يعني مشاركتكم معنا في هذه الحملة المباركة، ولعل من يريد أن يستفسر عن أسعار الأضاحي عند جمعية كبيرة تراست فلعلنا نذكرها لكم هنا. أن قيمة الخروف هي 150 جنيه استرليني، وقيمة البقرة هي 500 جنيه استرليني، لمن أراد أن يحدد يعني تبرعه بقيمة الأضاحي. هذا استفسار جاءنا عبر المواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي لدينا 150 جنيه استرليني قيمة الخروف، ولمن أراد أن يساهم بقيمة بقرة كاملة فله أن يتبرع بمبلغ 500 جنيه استرليني، وله بإذن الله أجر تبرعه ببقرة كاملة، والله يضاعف لمن يشاء. طيب مشاهدينا الكرام، ما زلنا يعني في صدد يعني سماع كلام هذه النخبة النيرة من المشايخ الأفاضل، ولعلنا نعود إلى الشيخ جمال سعيد إن كان يستمع إليه. شيخ جمال، هل أنت معنا؟
مرحبا. نعم شيخ جمال، لعلنا يعني نسألك بحكم تواجدك هناك في بريطانيا عن دور هذه المنظمات الخيرية والتطوعية في المجتمع المسلم والمجتمع الإريتري في هذه يعني في كوكب الأرض بشكل عام، يعني دور هذه المنظمات الخيرية على المجتمع الإريتري. طبعا هذه الإغاثية التي أوجدتها هي الحاجة. الإنسان لا يستطيع حقيقة أن يصل إلى الفقير لصعوبة التحويلات وصعوبة الاطلاع على الأوضاع وصعوبة أيضا تمييز حاجة الفقير وصعوبة أن تصل الصدقة إلى مستحقيها، وهذه الحاجات أيضا وصعوبة أن تصل الصورة كاملة. يعني الآن أنت تعرف فقط، تسمع الآن بالرغم من قيام هذه المنظمات الإغاثية بواجب التعريف بالقضية الإريترية وبهذا الجرح العميق الذي لا يزال يثعب دما في خاصرة الأمة الإريترية، ومع ذلك لا تصلنا جميع الأخبار. فتخيل أنت الآن أنه لا توجد أصلا يعني إغاثة أو جمعيات إغاثية تقدم هذه الخدمة العظيمة. الحقيقة أن هذه وجود هذه الجمعيات، الجمعيات الإغاثية التي تعتني ب سواء كان في إريتريا أو كان في أي مكان في العالم، وجودها يعني الذي فرضه هو الحاجة الملحة. فإننا نحن مشغولون بدنيانا، كل إنسان مشغول بأولاده بكسبه بمعاشه، ما يسمع في كثير من الأحيان ماذا يحتاج الآخرون من الفقراء. وأحيانا الإنسان تكون لديه صدقات، يكون عنده مال، يريد أن يبحث عن الفقير المناسب لا يجد، فيعني يضطر يضعها هنا أو هنا. فلما تأتي مثل هذه الجمعيات الخيرية وتقول للإريتريين بالتحديد قبل غيرهم إخوانكم، لو شاء ربك لكنت واحدا منهم، أو لو شاء ربك لكان هذه أسرتك، لكن الله سبحانه وتعالى أمنك ورزقك الأمن والأمان، وأنت الآن يعني ترفل في ثوب الصحة والعافية، سواء في المملكة المتحدة أو المملكة العربية السعودية أو أي مكان في العالم. أنت الآن مرتاح مبسوط وما عليك أي خلاف، لكن في غيرك محتاج. فهي فيها يعني حقيقة وجودها يعني فرضته الحاجة، وهي تقوم بأعمال جليلة توصل الصدقة إلى مستحقيها، تعرف الغني بحال الفقير، تكشف جراحات الأمة، تخاطب وتدعم الفقير المسكين بإيصال الصدقة إليه، وأيضا بكشف قضيته أمام المحافل الدولية، وأن تضع يدها دائما على الجرح، وأن تقول حتى للمسلم العادي إنما تبذره وتنفقه وتشتريه ويعني الأموال التي تلعب بها لا ينبغي لك أن تفعل هذا. يعني قد هناك من هو متضرر بمثل هذا الفعل، والله سبحانه وتعالى يعلم أن هناك مستحقين لهذه الصدقة، فربما يحرمك هذه الأموال بسبب إسرافك في حال وجود من هو بحاجة ماسة إليها. فالمقصود جوابا على هذا السؤال الذي طرحته أن إيجاد هذه الجمعيات، ونحتاج إلى جمعيتين وثلاثة وأربع وخمسة وستة وسبعة، هذه الوفود التي تفد من إريتريا إلى شرق السودان أعداد لا يعلم بها إلا الله، وحاجاتهم لا يعلم بها إلا الله، وأوضاعهم لا يعلم بها إلا الله، وما يدفعه المتبرع الإريتري وغير الإريتري لا يكاد يسد ولا حتى 10% من احتياجاتهم، فليس لهم إلا الله. هؤلاء يلتحفون يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، يعني الذي تبذله لهم في أيام الفزعات مثل هذه الأيام وفي شهر رمضان لا يكاد يغطي جزءا من السنة. يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم في محنتهم العظيمة، ونحن فقط ما لنا يعني إلا الكلام، لكن الإخوة الذين في الميدان مثل كبيري وإيثار وغيرها من يعني الجمعيات الخيرية التي قالت نحن هنا ونحن إخوانكم ونحن ننوب عنكم، نحن الصلة بين الفقير وبين الغني، بين الإنسان المنكوب وبين الإنسان المنعم، بين الإنسان الذي يده في النار وبين الإنسان الذي يده في الماء. هؤلاء وجودهم ضرورة، ودعمهم واجب، وتأييدهم فرض. فلا ينبغي والله لمن استطاع أن يتبرع ولو بباوند واحد أن يتأخر، يعني سبق درهم 1000 دينار. فلا بد يا إخواني أن نشعر بشعور الجسد الواحد. وشعور الجسد الواحد يا إخواني
لا يستلزم أن تتبرع بكل مالك، لم يقل هذا أحد، ولا بنصف مالك ولا بثلث مالك ولا بربع مالك ولا بشيء كبير من مالك، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة هذه يا أخي لا تتأخر في أن تضع يدك في جيبك وتخرج ما من الله به عليك، أي شيء حتى 5 باوند 6 باوند أو أقل أو أكثر، لا تتأخر. ليه؟ لأنه في يوم من الأيام حتيجي حتقول يا ليتني في تلك اللحظة دفعت، يا ليت. وبعدين في حاجة ودي أقول لكم إياها، ودي أختم بها يا شيخ عبد الرحمن. أعظم وسائل الشيطان لتأخير الصدقة تكون ليس في الصدقة في كل عمل صالح، لكن في الصدقة له شوي عبد الرحمن. والله أعظم ما يعني يجعل المرء يتقاعس عن الصدقة، يعني أعظم وسيلة شيطانية لتأخير العمل الصالح الشيطان تدري وشو؟ تفضل. والتأجيل. صحيح. بعدين أول ما يقول لك بعدين متأثر تقول خلاص أفكر وأشوف كم ذا. مجرد ما قلت كذا إيش بيصير؟ ستخرج من حالة التأثر وتعود النفس إلى طبيعتها. وش طبيعة النفس يا عبد الرحمن؟ قال الله جل وعلا وتحبون حبا جما. خلاص. وبالتالي إذا أنت لحظة النية يخرج يرجع الإنسان إلى طبيعته. وهذا ليس فقط في الصفر، في كل عمل صالح. ضاع. ولهذا قال الله جل وعلا على رجلان من الذين الله عليهم ادخلوا عليهم الباب إن فيها قوما جبارين حتى يخرجوا منها يشركوا. الله سبحانه وتعالى قالوا لهم ترى المسألة بسيطة، ادخلوا عليهم اكسروا بس، فإذا دخلتموه فإنكم ظالمون. سوف تنتهي المعركة بمجرد دخولكم. ما نريد هذه المداخلة يقاطعني شوي. أنا سأقول إن شاء الله مجلس يبدأ. الله المستعان. والله جزاك الله خير شيخ جمال. والله ما شبعنا ولا بلنا من هذا الكلام الطيب، ولكن يعني نحن ملزمون والله بتوقيت معين امام المشاهدين، وعندنا برضو المخرج يعني الله المستعان. طيب شاكر لك شيخنا. القناة يا شيخ عبد الرحمن. والله هنا في هذه تمام شيخ مهند، الموضوع عندك ان شاء الله. صحيح. لكن المرة دي المخرج الموضوع عنده كله. أنا هنا ضيف وتلميذ عند ابني يا شيخ عبد الرحمن. استغفر الله. شيخ جمال أنا اليوم تلميذ عند ابني عبد الرحمن. الله. أنا عندي سؤال يا شيخ فلان. تفضل. دائما تؤمر الأمراء وتضع المديرين يعني إيش الواقع حتى تكذب الآن. ليس دائما، الحين عجزنا وكبرنا يا شيخ جمال. الله يطول عمرك. نسأل الله تعالى أن يمدنا في العمر ويحسن لنا الختام. الله يطول عمرك. بس أنت ما قلت استمتعوا بأوقاتكم، كنت أنتظر هذه الكلمة. هذه أقولها لما نقول صاحب البرنامج. نقولها بالنيابة عنك يا عمي. الله يا جمال. طيب الله يجزاك خير. شاكر لك عمي وشيخ الشيخ جمال سعيد على هذه المداخلة النيرة الطيبة والتي استفدنا منها كثيرا. ودعونا مشاهدينا الكرام نذهب أيضا في ختام هذه الفقرة أو في ختام هذه الحلقة الخاصة إلى كلمة يعني يقدمها لنا الشيخ أحمد سعيد. الشيخ أحمد سعيد كنت متواجد معنا تسمعني؟ نعم أسمعك. طيب شيخنا على عجالة في دقيقة لعلنا يعني نستمع منك إلى رسالة يعني توجهها إلى جهة معينة إلى فئة معينة، وما هي هذه الرسالة؟ لعلها تكون مختصرة يا شيخنا في دقيقة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على عبدك ورسولك. أوصي ونفسي وإياكم تقوى الله، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى هي اللي يوصي فيها إخواني الإريتريين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتقوا الله إخواني حيثما كنتم، اتقوا الله في إخوانكم الإريتريين، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي النهاية أشكر قناة السلام وعلى هذه تحت الفرصة وتوعية الناس بهذه العمل الجليل، العمل الخيري. أرجو الله أن يوفق الجميع ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الشيخ أحمد سعيد الداعية الإريتري المعروف، حياك الله وجزاك الله خير على هذه المداخلة الطيبة. طيب دعونا أعزائي المشاهدين نذهب إلى كلمة ختامية أيضا مع الشيخ فضيلة الشيخ مدير مركز النجاشي الشيخ أحمد أبو معاذ. شيخ أحمد، في دقيقة لو تختم بنا يعني هذه الحلقة المباركة ورسالة توجهها إلى فئة معينة، وما هي هذه الرسالة؟ طيب شيخ أحمد، لعل المخرج أخبرنا أن الاتصال قد انقطع مع فضيلة الشيخ أحمد، ولعله إذا يعني عاد إلى هذه الحلقة قبل أن نختمها يعني يفيدنا بكلمة ختامية. طيب مشاهدينا الكرام، نعود إلى ضيفي في الاستديو، ولعلي أبدأ بضيفي ممثل جمعية كبيرة تراست فضيلة الشيخ أبو ياسر. حياك الله شيخنا الشيخ محمد موسى. طيب بما أنه هذه الحلقة أساسا من يعني برعاية جمعية كبيرة تراست، فرسالة توجهها إلى الشعب الإريتري قاطبة في كل مكان عن جمعية كبيرة تراست. طيب طبعا كما تعلم الآن الكل يشتكي من غلاء الحياة. صحيح. في كل مكان غلاء حياة، وظروف الحياة أصعب مما كانت عليه. فهؤلاء الناس اللاجئين الإريتريين لا يعرفون معنى الغلاء، لأن الغلاء بعيد عنهم تماما. فالمقصد أنه إذا كنا نحن نشتكي من الغلاء، ونحن الحمد لله عندنا الإمكانية بأن يعني نأكل ما لذ وطاب، فما بالنا بهؤلاء الناس ليس لهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا نحن والمحسنين. فأنا أقول لإخواني وأخواتي الذين يسمعون من هذه الشاشة المباركة التي أتاحت لنا وللجالية والجمعية الإريترية أو للجالية الإريترية بأكمله ما لم تتحه القنوات. كثير من القنوات لا تتحدث عن إريتريا ولا عن معاناة إريتريا، لكن قناة السلام المباركة ما فيها الشيخ برهان وباشمهندس عبد الرحمن بارك الله فيكم على التغطية هذه، لأنه كثير من الناس سواء الإريتريين أو غير الإريتريين، لعل الغير الإريتريين لا يعلمون بقضية اللاجئين الإريتريين في شرق السودان وإثيوبيا واليمن وجيبوتي وغيره، إندونيسيا الآن طبعا تفرعت الناس يعني في اللجوء. لذلك يعني أقول لإخواني وأخواتي تبرعوا بما تستطيعون، لأنه هذه الدنيا فانية، ولن يكون لنا إلا ما تصدقنا به وأحسننا. فنحن يعني لسنا إلا جسرا في الجمعية نعمل على صدقاتكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. ومرة أكرر الشكر لقناة السلام والشيخ برهان وفريق العمل في قناة السلام، وألف شكر. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ أبو ياسر. ونحن أيضا باسم قناة السلام نشكرك على هذه على هذا الحضور، وعلى أنك وفرت لنا من وقتك حتى يعني نساهم ولو بجزء بسيط في مساعدة إخواننا اللاجئين الإريتريين. مشاهدينا الكرام، قبل أن نستمع إلى كلمة فضيلة الشيخ برهان سعيد، دعونا نستمع إلى هذا أو نستقبل هذا الاتصال الأخير من أحد المشاهدين الكرام. السلام عليكم. مخرجنا لو الاتصال جاهز خليه يتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم أخوي الفاضل، لو يعني الصوت واضح؟ أيوة. حياك الله، لو بس تسمعني من الجهاز من التليفون ويعني وتوطي التلفزيون.
اوكي. تفضل تفضل. من معي وين تكلمنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. الاسم الكريم ايش اسمك؟ موسى ايش؟ موسى محمد. موسى محمد ما شاء الله. موسى محمد ابن الشيخ محمد ما شاء الله تبارك الله. حياك الله يا موسى، كيف حالك؟ الحمد لله. حياك الله. طيب اعطينا كلمة او تسلم على الوالد. هنا هذا الابن الفاضل. طيب. ما يعرف عربي. يعرف عربي بس يعرف عربي. خجول. موسى تسمعني؟ ايوه. طيب ودك تقول شيء في الحلقة؟ طيب لا لعلك تخاطب ابنك. السلام عليكم موسى. السلام عليكم. تفضل اسمي. نعم. رد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الصوت مو واضح. لا ما ميوت بس مو واضح. الصوت واضح عندنا. تفضلوا. مين معانا؟ ايوه مين معانا؟ عرفوا بنفسكم. مين معانا؟ سمية محمد موسى. سمية محمد موسى. يعني حياك الله أختي سمية. هل لديك مداخلة بخصوص هذه الحلقة؟ ممكن تقول بالإنجليزي؟ بالإنجليزي نعم. طيب ممكن تشاركنا أستاذ موسى بالإنجليزي. أي سمية تفضلي. أي سمية. أيوة بقى إيش أقول؟ ممكن تعطينا مداخلتك. الصوت ما واضح أخوي. ممكن تعطينا مداخلتك باللغة الإنجليزية. يستمعون إليك باللغة الإنجليزية. What would you like to say سمية؟ ممكن أتبرع 60 باوند؟ ما شاء الله تبارك الله. طيب. ما شاء الله طيب اوكي ممكن. نعم ممكن طبعا. ما شاء الله تبارك الله. هذا تبرع من الأخت سمية محمد بنت الشيخ محمد موسى أبو ياسر. تقبل الله منك أختنا سمية وجزاك الله خير على هذا الاتصال الأخير. طيب مشاهدينا الكرام، قبل أن نختم هذه الحلقة دعونا نستمع إلى كلمة فضيلة الشيخ برهان سعيد. تفضل شيخنا. الحقيقة ليس هناك كلام نزيد على ما قالوه المشايخ الشيخ أحمد سعيد والشيخ جمال والشيخ أحمد أيضا أبو معاذ، وكذلك أخي وحبيبي الشيخ أبو ياسر. لكني أذكر نفسي وإخواني بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية الكريمة تدلنا وتحثنا على المسارعة في الخير والاستجابة. ومن هذا المنبر جمعية كبيريه تراست تنادي إخوانها المسلمين عامة والإريتريين خاصة لمساعدة إخوانهم، وإنما يحصل للشعب الإريتري في الداخل والخارج من خلال جهده في تعاونه مع إخوانه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذا هو مؤشر الأداء والمقياس الحقيقي للأمة التي ترحم صغيرها وتوقر كبيرها وترحم فقيرها وتمد يد العون. هذه الأمة هي التي فعلا تستحق أن تنصر وترزق. أما الأمة، ولذلك ما نقصت مال من صدقة. الذي يقول لك أنا افتقرت بسبب الصدقة ما صدق أبدا. أصحاب الصدقة والإنفاق والله لا يفتقرون. وعندنا مثال كبير في فترتنا هذه، الشيخ سليمان الراجحي وفقه الله قد أنفق ماله كله ووزعه كأنما هو ميت، وأنفق هذه الأموال ووزعت للورثة، ثم رجع صفر الشيخ، ثم عاد مرة أخرى وجمع هذه الثروة الضخمة التي قد وزعها، رجعها أعادها الله عز وجل إليه. وإن شئتم اتصلوا.
فلا يمكن الإنسان يفتقر مع الصدقة أبدا أبدا، لا افتقار مع الصدقة. الذي يقول لك أنا افتقرت صدقة والله ما صدق أبدا. إذا كان يتصدق لوجه الله فإن الله يحفظ له ماله ويبارك، وهو الذي وعدنا سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذه كلمتي، أسأل الله تعالى أن ينفع بها ونكون نحن أول من نقوم بهذا العمل، وتكون ذكرى لنا قبل إخواننا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير يا شيخنا الشيخ برهان سعيد، وبارك في جهودكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا أشكر كل من سعدنا بسماع صوته في هذه الحلقة، من هم ضيوفي في الاستديو الشيخ برهان سعيد داعية إسلامي المعروف، وأيضا الشيخ محمد موسى أبو ياسر ممثل شريك جمعية كبيرة تراست، وأيضا عبر الأقمار الصناعية الشيخ أحمد سعيد، وعبر الأقمار الصناعية أيضا الشيخ جمال سعيد والشيخ أحمد أبو معاذ. كما يسرني أن أشكركم على هذا التواصل الجميل منكم أعزائنا المشاهدين الكرام، وأذكركم بأنه باب المساهمة مفتوح في جمعية كبيرة تراست. من أراد أن يساهم بالمبلغ الذي يناسبه، نذكر أيضا بخيارات التبرع في هذا المشروع المبارك، إن كان خروفا أو بقرة، أو أيضا إن كان يريد أن يتبرع بسبع بقرة في المجال أيضا متاح، وأيضا المجال متاح ولو كان درهما واحدا، ولو كان ريالا واحدا، دولارا واحدا، أو من أي عملة تشاءون. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين في هذه التغطية المباركة، ولكن في حلقة أخرى بإذن الله ننتظركم يوم الاثنين القادم بتمام الساعة 4 عصرا بتوقيت إريتريا. إلى ذلكم الحين مشاهدينا الكرام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساهم معنا في مشروع أضاحي اللاجئين الإريتريين في شرق السودان وإثيوبيا واليمن، واجعل أضحيتك للأيتام والفقراء والمساكين، تطعم بها جائعا وفقيرا، وتدخل على نفوسهم فرحة العيد. أضحيتك أجر وفرح. قيمة الأضحية $180 للخروف و$540 للبقر. للتبرع يمكنكم زيارة موقعنا www.kabiratrust.org. نحن في دار تحفيظ القرآن الكريم بديم النور مربع واحد في بورسودان شرقي السودان. نشكر الإخوة الذين يعملون في منظمة كبيري العالمية، ونشكرهم في كل المشاركة الذين شاركوها في إخوتهم وإخوانهم وطلابهم على ما قدموه من مساهمات مالية. شكرا كبيرين، شكرا كبيرين، شكرا كبيرين. oh, oh, oh.